أميرة تثير الجدل بوضع تاتو يحمل رمزاً مسيحياً على رقبتها. شابة لبنانية مقيمة في ألمانيا موجت صدمة واسعة بعد ظهورها بتاتو يحمل رمزاً مسيحياً على رقبتها في مشهد غير مألوف بالنسبة لكثيرين. الجدل لم يكن بسبب التاتو فقط، بل لأن أميرة فتاة محجبة، ما جعل صورتها تنتشر بسرعة وتتحول إلى مادة نقاش حاد على منصات التواصل بين من اعتبر ما فعلته حرية شخصية ومن رأى فيه استفزازاً مباشراً للقيم الدينية والاجتماعية. القصة لم تتوقف عند هذا الحد، فالأكثر إثارة أن أميرة تعرف بأنها أول فتاة عربية محجبة تفتح صالون تاتو في ألمانيا. هذا التناقض الظاهري بين الحجاب والتاتو وإدارة الصالون جعل كثيرين يتساءلون إن كان ما تفعله مجرد اختيار فردي أم رسالة صادمة لكسر كل الصور النمطية المرتبطة بالمرأة العربية المحجبة. الصدمة الكبرى جاءت مع تصريحاتها حين أكدت أن التاتو ليس حراما كما يروج له البعض، وأن الدين لا يجب أن يختزل في أحكام جاهزة. كلماتها فجرت جدلا غير مسبوق بين مؤيد يرى فيها جرأة فكرية وحرية شخصية،